في مدينة مراكش عند المدرسة هناك استقبلوا اللاعب فينيسيوس لاعب ريال مدريد، يعني وجاي نعمس داير الطوينكات وضرب السنسله كما دار نيمار فاش مشى للسعوديه، ضرب قال لك الصليب ويفتخر بعقيدته ودينه امام ابناء وشباب المسلمين. الشاهد قال لك خد صور تذكاريه مع الاولاد ومع البنات ولعب معهم واحد الماتش. يعني الرساله كنوجهوا لها الدراري هادو هاد البنات، قال لكم هذا هو القدوه ديالكم وهذا هو الانسان اللي بغيناكم تتبعوه، انتم تضربوا التوينكه وتلبسوا السلسله وكذلك تكونوا على مثال ومنوال هؤلاء. انت تكون اذا ما جات بالقلم كتجيب القدم. وللاسف وفي نفس الوقت تم منع، يعني في نفس الموضوع تم منع من محاضره الاستاذ ياسين العمري يعني في جامعه هناك في مدينه اكادير. شنو هو السبب؟ اسباب واهيه. قال لك سيدي بان يعني خرج واحد الاستاذ كيبرر بان هذه المحاضره التي سيلقيها الاستاذ يعني لا علاقه لها بالمقرر الدراسي، رغم انها داخله داخله في الانشطه الموازيه اللي كنعرفوا بان يعني لجان الطلابيه كينظموها بدون سبب. يعني كنقول للناس ما بغيناش المشايخ والدعاة الى الله يكونوا القدوه ديالكم، بغينا اللاعبين والراقصين والمغنيين والتافهين والتافهات، هؤلاء هم الذين يتصدرون المشهد، وهؤلاء هم الذين نريد منكم ان تقتدوا بهم وتقتفوا اثارهم وتتبعوهم. ماشي شي واحد يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، رغم ان الله تعالى قال في تحد صريح لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وكل إنسان نافع في ميدانه. مثلا شي طبيب، شي مهندس، شي أستاذ، هؤلاء داعية وشيخ وعالم، هؤلاء هم الذين نفع الله بهم، وهؤلاء هم الذين ينبغي أن يقدموا وينبغي أن يكرموا وينبغي أن تكون هم القدوات التي نريد أن يقتفي آثارها شبابنا وبناتنا. ولكن الأمور كتمشي معكوسة، ولكن كما قلنا ونقول نردد بأن كل واحد يساهم في تخريب عقول وقلوب أبناء وبنات المسلمين سيسأل بين يدي الله تعالى عن هذه الأمانة التي رعاها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.